السلام عليكم واهلا بيكم. معاك دكتور احمد الرئيس، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. فيديو النهارده انا هحكي لك حاجه عن التسدي، هي حصلت بالفعل، شخص بالفعل كلمني وعمل العمليه وايه اللي حصل بعد العمليه. وهكلمك بصفتي انا حاسس اللي بيك ايه، يعني هتلاقيني كده بتكلم عن حاجات انت فعلا حاسس بيها ومقلق منها. وان شاء الله في فيديو النهارده لو كملته للاخر معايا هتستفاد استفاده كبيره جدا. فيلا بينا على الفيديو. في الاول انا هبدا احكي لك القصه بالظبط. في شخص كلمني، طبعا انتوا لو عارفين يعني انا بسيب رقمي في الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو لاي حد عنده استفسار، اي حد عنده سؤال بيخش يبعت لي على الواتساب وبنتكلم على طول. يعني تقريبا انا ما بسيبش حد ما بردش عليه، لو ما ردتش عليك النهارده هتلاقيني رديت عليك تاني يوم تالت يوم عشان بس الوقت وبيجي لي كميه رسائل كتير، بس المهم ان انا برد عليك. وبرضه هتلاقي الرقم في الفيديوهات الشورتس اللي هي القصيره اللي موجوده. المهم في شخص كلمني، الكلام ده بقاله تقريبا 7 او 8 شهور، يعني في اول السنه كده او ممكن في شهر 11 12 السنه اللي فاتت. الشخص ده كلمني وقال لي يا دكتور انا 17 سنه وبعاني من التسدي. طيب شفنا الصوره وشفنا الانبادي بتاعه وزنه عامل ازاي، كل كلام من ده، اكتشفنا ان هو عنده نسبه دهون عاليه جدا. نسبه الدهون لما بتبقى عاليه في الجسم طبيعي الجسم بيراكم دهون في منطقه الصدر، فلما بيتراكم هنا دهون بتبان ان هي تسدي، لكن هي مش تسدي، هي دهون متراكمه. فحلها ان انت تحرق الدهون دي، هتلاقي المنظر طبيعي. وكتير منكم بيخش يسالني وبنكتشف ان هي دهون في الاخر. الناس اللي بتعاني من المشكله دي بتشوف الفيديو هتعرف ان انا فعلا بقول لكم كده، بقول لكم يا جماعه لا دي دهون احنا عايزين نخسها. وفعلا في منكم اللي بنبدا مع بعض ان احنا نخس وبيختفي الموضوع تماما ويقول لك ده انت سحر يا دكتور، ده انا كنت داخل في متاهه وكنت داخل في عمليه جراحيه والموضوع بيتحل الحمد لله بالدايت وبالتمرين. الشخص ده قلت له على الكلام دوت ما سمعش كلامي. طبعا انا مش بلومه، يعني هو برضه لسه شاب صغير، والموضوع ده بيبقى رخم. حتى في اللبس بتلاقي ان الهدوم عليك شكلها مش حلو، ما انتش عارف تلبس هدوم، بتتعرض للتنمر. برضه انت مش عارف تحل المشكله ازاي، عايز تحلها باسرع وقت، يعني شايف ان العمليه الجراحيه هي اللي ممكن تسهل الامور وتحلها بسرعه، فانا اعملها فعشان اتخلص من المشكله ديت. فخلاص بتقوم جاي رايح، لكن يعني ملاش لازمه. الشخص ده عمل العمليه الجراحيه فعلا، وبعد ما عملها كلمني. الكلام ده من بقاله يومين ثلاثه كده، بعت لي رسائل. طبعا انا مش هعرض الرسائل طبعا لسريه الامر، انا غرضي اصلا من الفيديو ده ان انا اوعيك ايه اللي ممكن يحصل لو عملت العمليه. الشخص بعد ما عمل العمليه جه قال لي يا دكتور انا عملت العمليه وفعلا كانت اختفت بس بدات تظهر تاني، بدا يتراكم تاني، الموضوع فيه تسدي تاني، صدري لسه فيه نفس المشكله. ايه الحل؟ قلت له لان ده تراكم دهون. انت عملت العمليه، وطبعا المشكله الاساسيه في الدكتور المعدوم الضمير اللي عمل العمليه وهو شايف ان دي مش مشكله تسدي، دي مش غده فيها مشكله فيها مرض فمحتاجين ان احنا نستأصلها، او حتى مش مشكله هرمونيه محتاجين ان احنا نشيل الكلام دوت. لا ده هو شاف ان دي دهون فشال لك الدهون. يعني حاجه ما تستاهلش خالص انت تعملها جراحه. ده واحد يعني هو الذنب عليه، هو ده اللي هيشيل ذنبك، لكن انت ما كانش ينفع تعمل عمليه لان ده تراكم دهون. فلما انت شلت الدهون رجعت تاني نفس اللايف ستايل بتاعك، حياتك، الاكل بتاعك، تراكم الدهون تاني، فتراكم دهون تاني في منطقه الصدر وما عملتش اي حاجه، رجع نفس الموضوع. فالحل بتاعك ان انت تلتزم بنظام غذائي، تسترجل. وانا عارف ان انا بتكلم كلام ممكن يبقى رخم بالنسبة لك، بس ده محتاج فعلا انك تسترجل وتمشي الطريق الطويل، الماراثون ده اللي هو بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة أنا هبدأ أحس بتغير، هبدأ أحس إن فعلا الدهون بدأت إن هي تتمحى شوية أو تتشال شوية. على آخر السنة هتتشال خالص. لكن ما بقاش عايز شورت كات، ما بقاش عايز طريق قصير ان انا هعمل عمليه وخلاص هشيل الكلام ده. العمليه مش هتعمل معاك نتيجه. وانا بحكي لك الحكايه دي عشان تاخد عبره من اللي عمل عمليه وما كانش عنده تسدي وللاسف دفع فلوس وعمل مشكله. يعني خد بالك اي عمليه جراحيه، اي فتحه في جسمك مش هترجع زي اللي ربنا خلقها. فلازم تكون واخد بالك كويس جدا جدا ان عمليه يعني انا مش هرجع زي الاول. ايا كانت العمليه، عمليه صغرى عمليه كبرى، ما ينفعش. فابعد تماما عن العمليه. انا دايما بقول للناس لو انت بتعاني من مشكله التسدي فانصحك ان انت تلتزم بنظام غذائي وتمارين قدر المستطاع. ممكن تقعد شهرين ثلاثة أربعة ست شهور سنة ونشوف النتيجة، هتلاقي الموضوع بيخف خلاص، يبقى أنت كده زي الفل. لكن ما تلجاش أبدا لعملية جراحية.
وكلام الدكاترة اللي للأسف بتستغل جهل المريض، أو إن هو مش عارف إن ممكن يتعالج طبيعي، ممكن يتعالج بالتغذية بس، إن هو يظبط التغذية وإن هو يروح يعمل له العملية. زي للأسف كتير من الدكاترة، أو أنا مش بسميهم دكاترة يعني، دولت أنت المهنة يعني ملهاش علاقة بيك خالص. أنت كده شخص مصاص دماء، عايز تاخد أي حاجة من المريض وخلاص، أي فلوس بقى، أي مصلحة هتجيلك منه وخلاص. وزي امثله كتير جدا جدا، ومش على الدكاتره بتوع التجميل بس، يعني الدكاتره كمان اللي هم بتوع الوزن التخسيس، يقول لك عمليات شفط الدهون وعمليات المعده والكلام من ده. طبعا في عمليات محترمه، في دكاتره محترمه بتعمل العمليات ديت لهدف فعلا ان الشخص دوت عنده مشكله فمش هتحل غير بكده. اه انا معاك، لكن في ناس تانية بتاخد الموضوع بيزنس، في ناس بتستغل اسمه دكتور علشان تعمل عمليه لشخص كان ممكن ان هو يعملها لوحده. كان ممكن ان هو ينصحه ان لا، انت تجرب الاول نظام غذائي، فشل النظام الغذائي وما انتش قادر تلتزم اطلاقا، ساعتها احنا ممكن احنا نعمل عمليه. لكن ما يبقاش المريض لسه صغير ولسه ممكن قدامه ان هو يحاول، وقدامه ان انت تدله على الطريق الصح وتروح تقول له اعمل عمليه. انت كده لا تمثل الطب في اي شيء. وفي الاخر لو استفدتوا من الفيديو دوت، ما تنسوش انك تعملوا سبسكرايب للقناه. ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.